السلام عليكم. أقدم لكم اليوم أعزائي المشاهدين وللطلبات الكثيرة على الكريب. راح أقدم لكم الكريب المالح. أحتاج لهاي الوصفة كوبين من الطحين، وكوبين كوب ماء، وكوب حليب، وأيضا بيضة واحدة، ملعقتين من الزيت، وملح، وقليل من الفلفل الأسود والزعتر، وهذا اختياري. والحشوة أخذت 250 غرام من صدور الدجاج ثرمتها بهذا الشكل الناعم، وحبة بصل متوسطة الحجم، ونص حبة جزر أيضا قطعتها بهذا الشكل. واحتاج مجموعة من البهارات عليها: كاري ملعقة شاي مليانة، وفلفل أحمر أيضا ملعقة شاي مسح، كمون ملعقة شاي مسح، وقليل من الفلفل الأسود. ممكن استبدال البهارات بأي بهارات انتم تحبوها، لكن هاي البهارات أنا أشوفها مناسبة على هاي الوصفة. أبدأ الخطوة الأولى على بركة الله بعمل الكريب. أول شيء راح أضيف هاي البهارات البسيطة، شوية زعتر وشوية فلفل أسود، أخلطها بشكل جيد، وأضيف البيضة مباشرة بهذا الشكل، وملعقتين الزيت، ممكن استخدام الزبدة الذايب أيضا حسب رغبتكم. راح أبدأ أخفق شوية شوية، وأضيف تدريجيا السوائل. ممكن استخدام المي الوحدة، وممكن استخدام الحليب الوحدة. أنا خلطت كوب من المي وكوب من الحليب. راح أخلط شوية شوية وأضيف إلى أن أحصل على القوام المطلوب. أيضا رشة الملح ممكن نخليها بالبداية، هسه أنا خليتها، ما راح أسوي مالح كلش، نص ملح، والحشوة راح تكون أيضا بها ملح. أضيف ما تبقى من الحليب، أخفق بشكل جيد هذا القوام اللي أريده. إذا شفتوا القوام شوية سميك، ممكن إضافة قليل من السائل، مي أو حليب، حتى نحصل على قوام سائل. راح أتركه جانبا وأبدي أطبخ الحشوة. راح أبدأ أسوي الحشوة. أيضا حوالي ملعقة أو ملعقتين من الزيت، راح أرش رشة الملح وأيضا البهارات. راح أخليها على النار ونشوف النتيجة النهائية إن شاء الله. ما راح أحتاج أخلي مي، حقلبها على نار متوسطة الحرارة، وراح تستوي السوائل اللي موجودة بها. هذا اللحم بعد ما فتفته بالشوكة أصبح هذا شكله. راح أغطيه هو على نار متوسطة إلى أن ينضج. بعد ما نضج اللحم راح أتركه يبرد وأبدي أشتغل بالكريب. راح أدهن الطاوة، يفضل أن تكون طاوة بهذا الشكل أو مقلاة، بس أدهنها. راح أخليها على النار إلى أن تصير شوية ساخنة، مو كل الساخنة، نص سخونة، يعني أكثر من دافية، ونبدي نشتغل إن شاء الله. راح ننتقل على الطباخ. ممكن استخدام الفينيكس إذا صار الزيت هواي، أمسحها شوية. هسه صارت دافية. راح أبدي لازم شوية الكريب أو العجينة الخلطة شوية أحركها، وبعدين أنزلها بالمقلاة بهذا الشكل، وأحاول بهاي الطريقة أحرك قبل ما تجمد حتى تتوزع على كل أنحاء المقلاة أو الطاوة بهذا الشكل. هاي حصلت على هذا الشكل. راح أتركها على نار هادئة إلى أن أشوفها نضجت تماما من الأسفل، وبعدين أقلبها. بعد ما نشفت أحاول أحرك من الأطراف. هسه راح أقلبها على الجهة الثانية بهذا الشكل، وأخليها إلى أن تنضج تمام. ممكن أعلي النار شوية إذا شفتها جدا هادئة. أحرك بهذا الشكل وأضغط بهذا الشكل، ممكن حتى كل الجوانب تحصل على هذا اللون الأشقر مثل ما
لتشوفوا. راح استمر الى ان انتهي من المقدار كله بنفس الطريقة. وعلى فوطة قطنية دا انزل الكريب وهو حار حتى ما ياخذ رطوبة. هاي الاشكال اللي سويتها، قسم منها سويتها خفيفة ورقيقة جدا وشفافة مثل هاي القطعة وهاي القطعة. واذا حبيتوها اثخن ممكن بس الزيتون كمية الطحين او العجينة اللي تنزلوها بالطاوة او بالمقلاة. هاي الكمية اللي طلعت راح ابدا احشيها. وانتو طبعا اي شي تحبون تحشوها حسب رغبتكم، حسب ما عندكم موجود من اشياء. ممكن تكون خضار وممكن يكون لحم، باي طريقة انتو تحبون تطبخوها. اول شي راح اغلقها من الاطراف وبعدين ابدي الفها بهذا الشكل. هذا شكلها. راح اسوي قطعة ثانية. ريحة اللحم رائعة جدا، وايضا هاي النوع من الكريب انا مجربته جدا جدا لذيذ. وان شاء الله مرة ثانية راح انزل لكم طريقة الكريب الحلو، واسوي لكم ايضا حشوة حلوة. اعزائي المشاهدين، هذا الكريب مالتنا لهذا اليوم. هاي السندويتشين اللي حشيتهم، وهذولا القطع اللي بقوا ممكن تحشوها كلها. اتمنى يعجبكم الفيديو، واوعدكم ان شاء الله اسوي لكم الكريب الحلو مع حشوة لذيذة جدا. وشكرا لمشاهدتكم، وعليكم بألف عافية.